مالك يا رانيا؟ شكلك مش مرتاح. زعلان مني عشان انا كنت في الشغل ومشغولة ومردتش عليه. طيب ليه مش قلتيله؟ قلتله، عارفة يرد يقول لي انتي لو بتحبيني فعلا كنت حسيتي بيا ورديتي عليا حتى لو انتي مشغولة. ايه ده اسمه ابتزاز عاطفي. كل مرة تخيلي بيعمل كده، بيبعد ويختفي، ولما يرجع قال ايه بيجي يقولي ده انا بحبك، ده انا بعمل كل ده علشانك، علشان نبقى مع بعض. انتي متخيلة؟ ده مش حب يا رانيا، ده سيطرة، بيخليكي تشكي في نفسك ودايما انت اللي غلطانة. عارفة، لأول مرة أفوق أعرف إن هو عمره ما قال لي أنا آسف، عمره ما اعتذر. دايما أنا أروح وأقول معلش وأحاول أصلح وأقول أنا اللي غلطانة عشان ما أكسرش العلاقة دي. لازم أنا أطلع الوحشة دايما وهو الملاك. لما تحسي انك دايما قليلة يا رانيا وانك فيش حد بيقدر قيمتك يبقى لازم تمشي. خلاص يا هالة، أنا بدأت أفوق وعمري ما هرجع تاني واكون لعبة في ايديه، لان انا عمري ما كنت لعبة في ايديه. الشخص النرجسي هيخليك تشك في نفسك، هيخليك دايما انت اللي غلطان. يا رب تتعلموا من القصة دي ان هو فعلا الشخص النرجسي عمره ما هيتأسف لك، ولا عمره هيجي يقولك انا غلطان، ولا عمره هيفكر ان هو يصلح العلاقة، بل يخليك تلوم نفسك ويلعب على نقاط ضعفك ومشاعرك، وان انت فعلا متعلق بيه ويخش لك من النقطة دي ويخليك فعلا انت في ايديه، يعمل عليك كده، يفضل يعصرك. فلو انت في حياتك شخص نرجسي حاول تبعد على قد ما تقدر عشان ما تأذيش. ولو فعلا انت مش قادر تبعد عنه فحاول ان انت تحفظ نفسك وتعرف قيمة نفسك كويس، وما تخليش حد يقلل من شأنك. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ولايك وكومنت. ولو كان في حد في حياتكم شخص نرجسي قولوا لي مواقفكم، واشوفكم على خير. باي باي.